هنجرب النهارده جلال كوفي. طبعا يا جماعه جلال من اقدم الكوفي شوب في بورسعيد من ايام لما كان عنده بايك، طبعا احنا كلنا عارفينه. وجلال هو اول من دخل كونسبت المشروبات بتاعت ستاربكس في بورسعيد، وكان زمان اسمه جلال بوكس، بس الحمد لله بقى براند كبير وعالمي الحمد لله اسمه جلال كوفي، براند مصريه 100%. جلال عمل تطوير كبير جدا الفتره اللي فاتت في كل الفروع بتاعته في بورسعيد، لان الفتره اللي فاتت كان بيعاني من شكوى كبيره، فقرر يغير كل حاجة ويعمل تطوير شامل جدا جدا في الفروع. وأول فرع بدأ بيه هو فرع النورس بجوار ماكدونالدز، ده كان فرع جديد عمله بكل حاجة حديثة ومتطورة تليق باسم جلال اللي على مدار السنين. فالنهاردة تجربتنا مع فرع جلال الجديد. الفرع كان حلو جدا وشيك قوي، الفرع فيه فرايتي في المنيو في كل حاجة، ساندويتشات، كرواسو، عصاي، موسى، ريد بول، كل اللي انتوا عايزينه او يجي في مخيلتكم هتلاقوه عند جلال. كمان تلاجة الحلويات فيها فرايتي كتير جدا في انواع الكيك، في تشيز كيك، في هاني كيك، في موس، في فادج كيك، وفي كمان تارت. يا جماعه انا كنت مهووسه لما شفت التارت، وكمان عندهم سينابون. بصوا كل حاجه هتخطر في بالكم هتلاقوها عند جلال. المنيو فعلا فيه فرايتي كتير، بلس ان في سكرينه كده بيقول لك النيو ايتم اللي دايما بينزلوها. الحمد لله اخيرا طلبت الاوردر بتاعنا، كانت الدنيا زحمه بس طلبت. طبعا يا جماعه شفت السكرينه اللي فيها الايتمز الجديده، فقلت لازم اجرب اخر ايتم جلال منزله. هو ده الايتم ده، بصراحه مش متذكره اسمه، بس هو عباره عن ايس كريم سوفت وفراوله كتير وسبريد فستق وعليها كريمه، ومفروض متغرقه مكسرات، بس هي جت بالشكل ده. بصراحه الفراوله كانت كتيره قوي والكريمه كانت كتيره قوي، وما حسيتش في صوص البيستاشيو. بالصوص البيستاشيو كانت نسبته ضعيفه جدا، كان محتاج يزودوا بيستاشيو اكتر. انا كنت باكل كريمه بالفراوله وثمنها 75 جنيه. هنخش بقى على التارت. التارت يا جماعه كان حلو قوي، وبسكوت التارت كان مقرمش وخطير جدا، وتحميصه العين الجمل كانت خطيره. بس برضو ملحوظه صغيره، الصوص الكارمن كان قليل قوي، كان محتاج صوص الكارمل يزيد شويه عشان يبقى في بالانس بين العين الجمل وصوص الكارمل وقرمشه البسكوت تبقى خطيره. نخش بقى على ثالث حاجه جربناها، سبونج الفراوله بالكريمه اللبان. كانت خفيفه قوي يا جماعه، دي اكتر ايتم عجبني، وكانت الكريمه مش مسكره خالص، وكانت فريش قوي، لا طعمها حلو قوي وخفيفه جدا جدا. اخر حاجه اخدتها معايا الدونس، كان لازم اجرب الدونس من عند جلال. شكل الدونس كان خطير يا جماعه، وكمان عندهم فرايتي في الحشوات بتاعه الدونس. بس الدونس اخدته تيك اواي، الباكجينج بتاعته كانت محترمه جدا. الدونتس كان فلافي وكان محشي باستري كريم من جوه، كان طعمه حلو قوي، والدارك شوكليت مع الباستري كريم مع العجينه الهشه كان جامد جدا. دي كانت تجربه جلال كوفي الفرع الجديد، احدث فروع جلال بعد التطور الجامد جدا. استناكم بقى تجربوا الجلال وتقولوا لي اكتر حاجه متحمسين تجربوها من عنده بعد التحسين في الخدمه. يلا باي.